سر نجاح آلاء اليوم؟ والله الحمد لله، الحمد لله أولا وأخيرا، وأقول لآلاء ألف مبروك، ألف مبروك، وإن شاء الله التفوق مستمر في دراستها إن شاء الله الجامعية. وبالنسبة لآلاء الحمد لله يعني كانت مرتبة دراستها مثلا مذاكرتها، نعم. وزيادة على المجهود في البيت، يعني الواحد بيرتب لهم وقتهم، بيرتب لهم كده، فالحمد لله الحمد لله. مع بداية العام الثالث دائما كل الأمهات بتحرص إنه دائما يركزوا على الأكاديميات فقط ويمنعوا حتى الطالبات والطلاب من ممارسة الهوايات. لا الحمد لله الحمد لله، آلاء لها هواياتها ولها وقتها، يعني حتى بتدخل في المطبخ، يعني بتعمل مثلا بعض الحاجات معاي وكده، والحمد لله يعني ما. طيب نحن ننتقل لآلاء طوالي وتكلمنا عن هواياتها عموما. شو ما هيك. تفضلي. هواياتي المطالعة، بادية زي مشروع بتاع عزف، بتعلم في العزف يعني يا دوب. نعم. انت يعني قدر شنو قدرتي انه ترتبي زمنك ما بين هواياتك وما بين انه تكوني يعني متفوقة وناجحة أكاديميا؟ يعني ترتيب الوقت بيكون في الأولوية طبعا في سنة زي دي يعني زول بيدي الأولوية للجزء الأكاديمي. نعم. وبيكون في وقت شوية زول يعني يروح عن نفسه. نعم. فما ممكن تكون كلها أكاديميات. يمكن كل الطلاب الممتحنين لعام قادم دائما بيستنوا الأول عشان ما يقول لهم إنه هم ممكن يعملوا شنو. هو أي زول لو ركز وقسم وقته كويس، اتبع تعليمات الأساتذة في المدرسة، حل امتحانات، جهز نفسه نفسيا، جهز نفسه للامتحان، ما في حاجة صعبة يعني ممكن يعمل أي حاجة. نعم. ألف مبروك وإن شاء الله دائما موفقة. خلونا نتعرف عليكم. دكتورة هبة عطا المنان، أخت آلاء. مرحبا بك. وأنت دورك كان شنو في نجاح آلاء؟ والله الحمد لله، أول حاجة ببارك لآلاء طبعا، ألف مبروك ما شاء الله، يعني نتيجة متوقعة الحمد لله. نحن كلنا طبعا أفراد البيت كان لنا دور كبير في مساندة آلاء. نعم. ودعمها طبعا معنويا وأكاديميا. نعم. يمكن أنا بصفتي طبيبة ساعدتها أكثر حاجة في مادة الأحياء وكذا لما كان في صعوبات. آلاء برضو يعني عايزة تكوني طبيبة؟ لسه ما حددت يعني بين الطب والصيدلة، في خيارات لسه. احنا نتمنى لك التوفيق في أي الخيارات. نتعرف عليك. محمد زين علي، بروفيسور محمد زين خال آلاء وصاحبتي لك. يعني آلاء صاحبتي أكثر منها، فعشان كده أنا مش ما بقدر مبسوط ذات كلمة صغيرة عشان الزول يوصف بها، بس هي أنا بحبها يعني حب صاحبتي. ألف مبروك. ألف مبروك يا آلاء. ألف مبروك لكل الأسرة ولكل